السلام عليكم خواتاتي الكريمات. احنا وصلنا لأواخر رمضان، هاد الأيام المباركة اللي فيها خير كبير وفيها ليلة عظيمة خير من 1000 شهر. ولكن بزاف ديال النساء كيحسوا في هاد الوقت بالتعب والضغط بين تحضير الفطور والسحور وتنظيم الدار والاهتمام بالوليدات، ويمكن حتى يجيها إحساس بأنها مقصرة في العبادة ديالها. ولكن أختي العزيزة، خاصك تعرفي واحد الحاجة مهمة. الله ما كيشوفش غير كثرة الأعمال ديالنا، ولكن كيشوف القلب والنية. إلا كانت النية ديالك صادقة وكل شيء اللي كديريه باغية به رضا الله، حتى خدمتك في الدار ممكن تولي عبادة وتاخدي عليها الأجر. مثلا إلا وجدتي الفطور لدارك بنية إدخال الفرح على الأهل ديالك وبنية الإعانة ديالها على الصيام، راه حتى هاد الشيء عند الله ما كيضيعش، تاخدي عليه الأجر الكثير ليك وحتى المحيطين بك. مثلا إلا وجدتي الفطور لدارك، هادي راه واحد العمل كثير وخير كبير، وتدخلي الفرح على الأهل ديالك وعلى الزوج ديالك الوليدات ديالك. هادشي ما كيضيعش عند رب العالمين. ومن الحاجات اللي كتعطي الطمأنينة في هاد الأيام الذكر. حاولي أختي باش يكون لسانك ديالك عامر بذكر الله. حتى وانتي تخدمي قولي سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. الكلمات بسيطة ولكن كتدخل السكينة للقلب. لذلك حاولي ديري وقت صغير مع القرآن الكريم، ماشي ضروري تقراي بزاف، حتى إلا كانوا غير صفحات قليلة، ولكن يكون القلب ديالك حاضر وخاشع. القرآن كيكون سبب كبير في الراحة والطمأنينة. وما تنسايش الدعاء حتى هو، خصوصا في أواخر الليل. إلا لقيتي فرصة قبل السحور ارفعي يديك لله وقولي يا ربي أصلح قلبي وطمن نفسي وبارك لي في داري وأهلي، واغفر لي التقصير ديالي إلا كنت مقصرة. وأمر آخر مهم هو أختي تصفية القلب. خصك يكون القلب ديالك صافي. إلا كان شي حد مغضباك ولا غضبانة منه، بينك وبينه شي خصام ولا شي عداوة، حاولي تسامحيه، لأن القلب إلا كان فيه الحقد كيبقى ثقيل. ولكن ملي كيتسامح الإنسان كيحس بواحد الراحة كبيرة. وتذكري كذلك أختي أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ما كيكلفش الإنسان فوق الطاقة ديالو. إلا ما قدرتيش ديري بزاف ديال الأعمال، ديري اللي تقدري عليه بإخلاص والله يبارك فيه. أختي الكريمة، أواخر رمضان فرصة عظيمة باش نقربوا أكثر لله ونرجعوا قلوبنا ونزيدوا في الآمل والرجاء. يمكن تكون غير ركعتين صليتيهم بخشوع ولا دمعة خرجت من القلب ديالك صادق في الدعاء، تكون سبب في المغفرة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. خلي قلبك عامر بالآمل أختي وبالثقة في رحمة الله، وخلي هذه الأيام تمر عليك بالسكينة والطمأنينة، لأن القلب إلى قرب من الله دائما كيكون مرتاح. نسأل الله أن يجعل أواخر رمضان مليئة بالخير والبركة، وأن يرزقنا جميعا الطمأنينة والمغفرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع موضوع آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.